الفكره جت اول حاجه ان احنا كنا بنفكر نعمل حاجه فيها خير في رمضان. احنا متعودين كل سنه ان احنا دايما بننزل نوزع عصير، نعمل مش عارف ايه الحاجات دي كلها. جت الفكره ان احنا ليه طيب ما نعملش حاجه تبقى ثابته فيها اكتر حاجه الناس بتحتاجها وهي الاكل. تمام، فكرنا في فكره ان احنا ندور على شركاء وندور على حاجات كتير. لقينا ان ممكن يبقى طب الشريك الثالث ربنا بالفلوس اللي معانا ابتدينا بيها. تمام، وعملنا فكره البوكس بتاع التشاريتي. تمام، ان الناس تيجي تاكل يعني eat as much as you can وباي اللي انت هتقدر عليه. قلنا طب احنا لازم نحافظ على الكواليتي بتاعت الاكل وفي نفس الوقت ما بنفتحش الموضوع. لا يعني ما بنعملش طبق فول ب 10 جنيه و12 جنيه و9 جنيه ومفيش الكلام ده خالص عندنا، فاهمه؟ وفي ناس كتير جدا يعني فاهمه يعني بيجي اللي بيحط في البوكس هو خلاص ما حدش حتى بيبص هو حط ايه. يعني ممكن اقول لك ان انت حسابك الافريج بتاع حسابك مثلا 30 جنيه بس انا ما ببصش انت حطيتي ايه، فاهمه؟ يعني ما فيش حد واقف فوق دماغك. يعني كل حاجه اصلا بتتحضر في البيت عامه. يعني احنا مش بنحضر حاجه خالص في الشارع، بننزل كل حاجه تبقى جاهزه على ان هي تتحط في الاطباق. تمام، او يتحط عليها بس الحاجات الزيادات اللي هو الزيت والحاجات دي كلها بتبقى محطوطه في الازايز. الحاجه بتتغسل كل يوم يوميا، وانا ديلي يعني يوميا بجيب الحاجات. الاختلاف بس في الحاجات اللي بتتحط على الفول نفسه. يعني هو ده اللي عجب الناس، ويمكن اكتر حاجه عاجبه الناس بتخلي الناس تيجي كل يوم هي الجبنه والفول. لان احنا عاملين جبنه مختلفه وفول مختلف. يمكن الفرايز حاجه مش مختلفه خالص. تمام، بس هي الفول نفسه الزيوت بنستعمل عندنا كذا حاجه. في زيت معمول بالروزماري وحبه البركه وزيت الزيتون، مجموعه زيوت على بعض. احنا بنعمل تصريح الكهرباء اللي هو الممارسه. تمام، احنا عارفين ان في وقت رمضان الحي ما بيطلعش اي نوع من انواع التصريحات، قلقانين طبعا من الموضوع. ممكن الموضوع يتلم ويتطربق والكلام ده كله في مفيش، بس دي بلد يعني ده اتيتيود بلد، فاهم؟ يعني حتى لو انا مرخص ممكن يجي يكسر لي عادي عشان هو عايز كده، وممكن يطلع كويس فالله اعلم. يعني فاهم؟ على حسب اللي هيجي عامل ازاي. هل اللي هيجي هينزل 4 5 مخهم على قدهم وهيكسروا الحاجه، ولا يجي يتكلم معاك انتوا واقفين هنا ليه والكلام ده كله، فنحاول نفهمه. فاحنا ما نعرفش لسه ايه اللي هيتم فيها. احنا يوم 10 رمضان هنفتح البوكس ونشوف، بس بالصدفه فتحناه اللي هو اول يوم وتاني يوم، وابتدينا نقول طب خلاص احنا هنعمل كل اسبوع نشوف تقفيله الاسبوع عامله ايه. احنا نروح المناطق الشعبيه وندفع للناس اللي هي في السوبر ماركتس اللي هي مش سوبر ماركت يعني اللي هي البقاله. ندفع في محلات البقاله بالغيب. يعني ما مش شرط نقول احنا مين ولا حد ولا احنا عايزين نعرف حد ولا حد يعرف. ان الشباب كلها معظم الشباب اللي على فكره اللي واقفه دي او 90% منهم واقفين متطوعين في الحوار.